السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هنعمل لكم طريقة عمل البسبوسة بالسمنة البلدي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. معانا مكونات زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. معانا نص كيلو سميد بتاع البسبوسة، ومعانا هنا 3 معالق كبار بسمنة، ومعانا هنا حوالي معلقة كبيرة سكر او معلقتين، معانا معلقة صغيرة بيكنج باودر، هنا معانا حوالي معلقتين هنا دقيق، معانا هنا علبة زبادي. ادي المكونات زي ما انتم شايفين. تعالى دلوقتي نبدأ بالطريقة. دلوقتي يا حبايبي هنبدأ بالطريقة. اول حاجة هنجيب المكون معانا السميد زي ما انتم شايفين، سميد البسبوسة ناشف زي ما انتم شايفين كده. هنحط عليها الدقيق بتاعنا حوالي معلقتين كبار، وهنحط عليها السكر والبيكنج باودر اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهنقلبهم من نقلب يعني اول حاجة النواشف اهو بالشكل ده نقلبهم. نقلبهم كويس في بعضهم كده يا حبايبي لحد ما نقلبهم كويس جدا. بعد كده نحط الحاجات التانية اللي هي السوائل يعني. بعد ما قلبناهم زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، دلوقتي بقى هنحط عليها السمنة البلدي بتاعتنا اهي. نسمى كده بسم الله ونكبها. عايزه اقول لكم ريحه السمنه البلدي دي جميله جدا. لو انتوا عندكم سمنه بلدي احسن يعني من السمنه التانية بكتير يعني، او احسن من الزيت. لو مش متوفر عندكم السمنه البلدي حط اي حاجه تانية يعني، ينفع مثلا زيت او ينفع سمنه نباتي، ينفع عادي لو ما عندكوش سمنه بلدي يعني. بس بالسمنه البلدي يا حبايبي بتبقى احلى بكتير قوي يعني. احنا فلاحين كده عندنا سمنه بلدي، فاحنا بنعملها بيها على طول. هنقلبهم كويس كده. دلوقتي بقى نحط علبة الزبادي بتاعتنا اهو، نفضيها زي ما انتم شايفين اهو، فضيناها زي ما انتم شايفين وهنقلبها. قلبناهم يا حبايبي كلهم مع بعضهم السميد زي ما انتم شايفين كده، مع الدقيق مع السمنة والسكر والحاجات دي يعني والبيكنج باودر. دلوقتي بقى هنجيب صينية ونحطهم بصوا يا حبايبي، هنجيب صينية زي كده ونحط فيها سمنة، دهنها كده بالسمنة زي ما انتم شايفين، زيت او بالزيت يا حبايبي اللي متوفر عندكم. بعد كده هنجيب بعد كده هنجيب البسبوسه بتاعتنا ونصبها فيها. بصوا اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا نصبها كده هما كده بالشكل ده يا حبايبي. بعد كده هنجيب يا حبايبي هنبل ايدنا في الميه. دلوقتي هنجيب شويه ميه كده ونبل ايدنا فيهم. بعد كده نسوي العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، الخليط بتاعنا يعني البسبوسه يا حبايبي. هنسويها كده يا حبايبي، نسويها يعني يا حبايبي. بقى ما عملناها طبطبنا عليها كده بايدينا زي ما انتوا شفتوا. دلوقتي بقى هنحط لها الزبيب او اي مكسرات عندكم عايزين تحطوها من فوق كده في الوش حطوها. وبعد ما نحط لها المكسرات بتاعتنا او الزبيب او اي حاجه انتوا عايزين تحطوا لها من الزينه من فوق، بعد كده ناخدها ونحطها في الفرن. وبعد ما نطلعها من الفرن نوريكي شكلها. دلوقتي هنزينها يا حبايبي اهو، نحط فيها الزبيب زي ما انتوا شايفين كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا حبايبي. بعد ما زيناها دلوقتي بقى يا حبايبي هناخدها ونحطها في الفرن. وبعد ما نطلعها في الفرن هنوريكم شكلها. ودلوقتي بقى هنبتدي نعمل الشربات يا حبايبي. هنجيب كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه، ادي كوبايه وادي التانية يا حبايبي. حطينا كوبايتين هنحط عليهم كوبايتين ميه على نفس المعيار اللي عملنا به السكر، نجيب فيه ميه على نفس المعيار يا حبايبي اللي حطينا فيه سكر نجيب فيها ميه نفس الكوبايه يعني. هنحط كوبايتين ميه، حطينا كوبايه اهي يا حبايبي، وهنحط كوبايه تانية. هنحط الكوبايه التانية اهي، احنا حطينا 2 بقى. هنحط كوبايه تالتة كمان يعني كوبايتين سكر على 3 من الميه، 3 كبابي من الميه. البسبوسه يا حبايبي بيبقى خفيف كده وحلو، فاحنا حطينا 3 كبابي ميه مع 2 كوبايتين سكر. دلوقتي بقى يا حبايبي هنرفعها على نار هاديه لمده 5 دقايق
او يعني 7 دقايق. بصوا يا حبايبي، ورجعنا لكم تاني بعد ما طلعناها من الفرن. بصوا يعني ما شاء الله شكلها تحفه جدا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بعد ما طلعت شكلها دي بعد ما طلعناها من الفرن. بصوا يعني شكلها تحفه جدا وهشه كده وجميله، عشان احنا حاطين لها معلقتين دقيق ومعلقه البيكنج باودر برضو اثرت فيها وخلتها هشه كده وجميله. بصوا زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني ما شاء الله هشه كده وجميله جدا، كانت رفيعه قوي. بصوا يعني بقت هشه كده وجميله عشان احنا حطينا لها البيكنج باودر والدقيق وباقي المكونات برضو، يعني خلتها حلوه. دلوقتي بقى يا حبايبي هنسقيها بالشربات دلوقتي يا حبايبي. الشربات بتاعتنا تكون دافيه، ما نخليهاش يعني سخنه قوي ولا ساقعه، نخليها دافيه كده. دلوقتي بقى هننزل عليها بالشربات يا حبايبي. هنبتدي نسقيها بالشربات بتاعتنا، نسمي كده بسم الله. ابتدت تشربها اهي الشربات. هننزل عليها بالشربات الباقيين شويه بشويه، يعني نحط عليها شويه بعد كده نخليها تشربها، وبعد كده نحط لها تاني بعد ما تشربها. اهو كده كويس، اهو زي ما انتم شايفين كده كويس. اهو كده كويس يا حبايبي. هنخليها لحد ما تشربها بقى، بعد كده نرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي وادي شكلها اهي بعد ما بردت وشربت المشروب بتاعها. بصوا ما شاء الله طريه كده وجميله. دلوقتي هنقطعها ونوريك شكلها. بصوا دلوقتي بقى هنقطعها، نسمي كده بسم الله ونقطعها. نقطعها زي البيتزا كده مثلثات او مربعات اللي انتوا عايزينه قطعوه. معاها بتاع البسبوسه اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. هنخرطها اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. دلوقتي بقى هنطلعها. بصوا يا حبايبي شكلها حلو ازاي اهي بعد ما قطعناها. بصوا عاليه كده ونافشه وحلوه. بصوا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. طبعا يا حبايبي ونحطها فيه زي ما انتم شايفين كده، ونجيب شوكه ونقدمها كده بالشكل ده للضيوف يا حبايبي. بصوا يا حبايبي شكلها بسم الله ما شاء الله نافشه كده وحلوه قوي. بصوا اهي زي ما انتم شايفين كده. بصوا دلوقتي هندوقوها يا حبايبي اهي. طعمها جميل قوي يا حبايبي، طعمها حلو قوي قوي. لو عجبك الفيديو بقى تنسوا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.